العمر والسن وحيوية الشباب شيء لا يعوض، وقيمة عالية قوي عليكم ان انتم تستثمروها احسن استثمار، لان اعمارنا غير قبل التكرار، ففرصة واحنا في السن المبكرة دي، مش مبكرة قوي لكن تسمح لنا بالفعل ان احنا نتلقى المعرفة ونضفي على مجتمعاتنا كتير وكثير، وده دور مأمول منه. اشكر الاستاذه الدكتوره العميده، لان بالفعل واضح ان انتم موفرين لنا جو حنين قوي. يمكن القاعه مش مساعده على ده شويه، الدوائر اللي انتم قاعدين حواليها والقاعه الاليفه جدا والدافئه ووجود الاستاذه العميده مضفي روح بالفعل حنونه ورهيفه، يبدو انها لها علاقه برياض الاطفال. الفكره ان احنا مركز حقوقي بنعمل في بورسعيد من 2004، بنشتغل على جمله من المحاور. طبعا بعضها يتعلق بتقديم المساعده القانونيه والقضائيه لمن يتعرضون للانتهاكات، البعض الاخر يتعلق ببرامج تدريبيه للشبان فيما يختص بحقوق الانسان بمعناها الواسع والمتسع للغايه. يعني يمكن حضراتكم النهارده واحنا بنتكلم حوالين من شباب، فتعرف الثبات بحقوق الإنسان علاقة وثيقة للغاية. النهارده حقوق الإنسان أصبح عنوان عريض للغاية يتسع للكثير والكثير من الحقوق. أصبح النهارده المعايير الدولية لحقوق الإنسان بتحقق لها حق المواطن أو الإنسان في أوقات الفراغ، حقه في الترفيه واللعب، هذه حقوق، وبالتالي الحق فيه الاهتمام بالشؤون العامة والترشح والانتخاب هو حق من حقوق الانسان. لانه بالفعل انت بتطمح لمجتمع تسود فيه قيم حقوق الانسان، لابد ان يبقى فيه سلطات منتخبه من المواطنين ومنتخبه على نحو ديمقراطي وشفاف وموضوعي، بحيث انها بالفعل تستطيع انها تؤدي خدمات حقيقيه للمواطنين وترفع من مستواهم الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والتعليمي والى اخره. ازاي نختار؟ هي حمله عنوانها العريض والرئيس هو ان احنا نركز قيم ومعايير موضوعيه للانتخاب، ما نحتكمش للهوى والمزاج وللروابط الشخصيه وللمصالح النفعيه الضيقه، لا ننتخب وفقا لمعايير موضوعيه تخلينا نختار الافضل والاكفأ والاحسن بما ينعكس علينا وعلى مجتمعنا. من ضمن فعاليات هذه الحمله هو اقامه عده ندوات في اماكن مختلفه. هي جدا عظيمه بشرف ان احنا نقيم ندوه مثيره في كليه التربيه برضه تبع لجامعه بورسعيد، ومن المنتظر ان احنا نقيم في اكثر من مكان. من ضمن فعاليات الحمله هو تدريب مجموعه من الشبان على مهارات العرض والاقناع، وزي ما الدكتور عبد الله دايما بيعيننا فيها. ازاي لما نتبنى فكره ازاي نقدمها للاخرين بشكل مأجود وبشكل مقنع. انت مش هتقهر وتجبر الاخرين على تبني فكرتك، لا ده انت عليك ان توصل لهم بشكل مأجود وتقنعهم بيها طالما هي فكره صحيحه. احنا في حياتنا اليوميه اول ما نصحى الصبح ولازم نحط النور على المخده مثلا العديد من الاختيارات. من اول ما نصحى نفطر ايه ولا ما نفطرش من الاخر، نلبس ايه، ونروح المكان عملنا ازاي، نيجي الكليه هنا ازاي، نمشي من انهي شارع، طب نتغدى ايه النهارده، طب هنخرج بعد الظهر ولا مش هنخرج، طب اخرج مع مين. جمله من الخيارات، بس احنا بنمارسها بشكل تلقائي بدون ما نفكر. لكن هتكتشفي لو تقعدي تسالني كده هتكتشفي ان انت لا تم اعمال معايير ومحددات للاختيار. يعني ليه انا جيت الكليه من الشارع 23 ما جيتش من الشارع الخلفي؟ انت عملتها بشكل تلقائي، لكن في ذهنك تمت عمليات اكيد حفظتك وحفزتك وزقتك ان انت تمشي في الشارع ده وتمشي في الشارع ده، لان ده اكثر اتساعا، لانه مضل، لانه اكثر جمالا، اكثر نظافه من الشارع الاخر. محددات ومعايير على ضوءها انا اخترت ان انا امشي في الشارع ده
ما امشيش في الشارع. على هذا يعني على هذا النسق بتتم عمليات اختيار عديده للحياه، ربما بعضها بسيط زي يلبس ايه ولا كل ايه، لكن بعضها اكثر جسامه واكثر اهميه واكثر مصيريه كتير، زي ادخل الدين تقدم لي عليه من الاسماء اقبله ومرفوض، بدل ما نحتكر لمعايير شكلانيه كده في الشكل او في الاطلاق او بختك يا مخي او اقعد افتح المندل، لا، لازم انا استخدم دماغي والملكات اللي ربنا اداها لي وخلقها هي كبني ادم علشان اختار صحيح. وهم بيعملوا ده بس ما بيدروش. لا ايوه بشكل تلقائي. بشكل تلقائي. لا علينا نحن نوعى للعمليات اللي بتجرى في دواخلنا دي، وعلينا نتاكد من حاجه، اختياري شيء لصيق قوي بآدميتي من تجليد كإنسان. ما هو الاختيار ده يعني مرتبط، هو وجه للمسؤولية. ما هو ربنا خلقني مسؤول عارف، طب كيف أكون مسؤولا وما اخترتش؟ لازم اختار علشان فعلا اختياري صواب فهو لي وعلي، واختياري خطأ فهو علي برضه، وحاسب وأسائل عنه. وعشان كده نتأمل مسألة يجب إيلائها أو إعطائها عناية واهتمام، بحيث إن أنا بالفعل لما أختار أقرب ما يكون إلى الصواب. لو اخترت الصواب أهلا وسهلا، لكن وارد إن أنا أخطئ، ما هو إحنا بشر. وعشان كده ما نخافش لما يتولد عن اختيارنا اختيارات خاطئة. مفيش مشكلة، مش كارثة، مش آخر الكون. نتمنى إن احنا نجتنب ده، نجتنب الخطأ. لكن طيب أنا عملت اللي عليا وقعدت ابحث في الموضوع وشفت العناصر الايجابيه والسلبيه في الموضوع اللي مطروح عليا واخترت، وتوكلت على الله في الاخر كده، وانتهيت لخيار ما لاسباب لم ادركها في حين او لم استبنها. طلع اختيار القوم، اخترت عنده مجلس الشعب بعد ما قعدت فلقت ماله وقريت البرامج كلها بتاعت المرشحين وقعدت سمعت كلامهم وقعدنا نتقصى تواريخهم الشخصيه وسيرهم الذاتيه ومواقفهم السابقه، لكن في النهايه اخترت واحد لكن ما طلعش على المستوى المطلوب. طب اعمل ايه؟ هتدارك هذا الخطأ في المرات التالية واكتسب من هذه الخبرة ما يعينني ويفيدني في المراحل التالية العمر لسه مندوب. وعشان كده مش تحت ذريعة انك قد تخطئ بالاختيار تمتنع عن الاختيار او تفوض اخرين ايا من كان ان هم يختاروا نيابه عنك. ما ينفعش. اسال سيدتي، ارجع لاهلي، ارجع لحد جديد، ارجع لمتخصص تسال. لكن في النهايه انا المسؤول وانا اللي هختار، وبالتالي ما ينفعش اقدر دماغي لاخرين ينوبوا عني سمع الطاعه ويقولوا يمشي. ما ينفعش ايا من كان هؤلاء الاخرين، لانهم في النهايه بشر زيهم، قد يكونوا اكثر سر، قد يكونوا اكثر علما، قد لكن خلي بالك في الاختيارات وخاصه فيما يتعلق بالسياسه. الاختيارات ده طابع سياسي، الهوى موجود، كلنا بشكل او باخر عندنا اهواء ذات طبيعه سياسيه. يعني انا ميال للتيار الفلاني بشكل او باخر، حتى لو كنت احاول اكبح جناح هذا الهوى، لكن هو موجود ومؤثر. من ادراني ان من فوضته سواء رئيس حزب او رئيس جماعه او ولي امر بشكل او باخر ما ياخدش اختياري ده ويسوق في السكه اللي تتلاقى مع هواه، وبالتالي هو ليس مبرئا 100%. ده امر ايه انا مش عارفه، وبالتالي هستفهم وهستشير وهسال وهشوف الاخرين بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، لكن في النهايه انا اللي هاخد القرار، لانه قراري الذي يتعلق بانسانيتي وادميتي، وهذا القرار انا اللي هسال عنه قدام ربنا قدام ضميري. وبالتالي ما ينفعش الانابه ولا يجوز الانابه ولا يصح لان ده في النهايه هدر لانسانيتي بشكل او باخر. انا مش بني ادم، انا بني ادم علشان استخدم عقلي وعشان استخدم المعطيات اللي ربنا ادهاني واختار، حتى ولو اختار هذا الاختيار عن خطا ما تحكي عليه.
خلينا نكمل. احنا في الاختيار ساعات بنضيقها على نفسنا. يعني انا الصبح عارف ان في شارع من مكان وفي شارع من مكان، في حين ان الوصول الى الكلية هنا مثلا ممكن ان يتم عبر 5 6 7 شوارع. انا لاسباب ما او لاعتبارات الصدفة مشيت في شارعين ولد عليا الحل ده كده وما عادش بختار الا بين ما بينهما فقط، رغم ان في 5 شوارع تانيين. طب ما اقول نظرة، طب ما اشوف، طب ما اسال، اوسع دايره الاختيار. كلما اتسعت دائره الاختيار كلما كان في امكانيه ان يكون الاختيار صائب. كلما انسانيتي اعملت بشكل اكثر اتساعا. يعني لما بتجي الاختيارات بتجي امامنا الفرص وتتقلص امكانيه ممارسه آفاقي وحدود الإنسانية اللي هي لا متناهية. يعني أنا معايا 10 جنيه، 10 جنيه محدودة، أشتري بيها إيه؟ مفيش إمكانية إن أنا أشتري صنف أو 2 من الأشياء اللي أنا عايزها. لكن لما يبقى في جيبي 100 جنيه يبقى ممكن أختار فيما بين 100 صنف. يعني شوف الاعتبارات المادية حددت اختيارات. بس المشكلة بقى إن ساعات نحجم اختياراتنا مش لأسباب المادية أو اقتصادية، لأسباب عقلية بحتة. زي الآلام يقعد يزن على ودانك ويقول لك ما ينفعش الا ده اللي موجود، ولأن البديل بتاعه رعب وجحيم وجهنم هتنفتح علينا، اقبل بيه. أو معترض شوية، طيب يا سيدي هنشيل لك ايه؟ هنشيل لك يعني كرسي من الكراسي اللي قاعدة ويبقى احنا غيرنا، يضيق لك ويخلص لك حدود الاختيار. في تجربه علميه شهيره جدا في الصوره بتاعه صندوق زجاجي. انت هتحط سمك، حط فيه شويه زباله وغطوا سقفه معايا يا اولاد، حطوا سقفه غطوه بلوح زجاجي ايضا. الزبال اللي اتحبس جوه الحوض الزجاجي يعمل ايه؟ عمال يعافر ويحاول ينط يطلع فيصطدم بالسقف. قاعد يجرب، سيبه بقى 24 ساعة او 48 ساعة لحد هيقعد يجرب لغاية ما ييأس ويقعد ما يحاولش. شيل الغطا مش هيطير، مش هيطلع، هيظل السقف الوهمي ده كابس على آفاقه وعلى ذهنه ومضيقها عليه. احنا بنعمل كده بنفسنا، بنضيقها ساعات على نفسنا وعلى آفاقنا. ليه؟ لأن لسه ما حاولش اكتشف افق جديد للحياة او للاختيارات. يعني قلنا مثال الشارع اللي جنبي ده، بشوف الشوارع الاخرى ربما القى فيها شارع اكثر يسرا يعني يحقق لي مزايا افضل، ان يوصلني بسرعه، او انه فعلا في اشجار وفي رائحه مبهجه ولطيفه جدا للغايه ممكن استمتع بيها. انا يعني حظرت على نفسي هذه المتعه او هذه الاستفاده بسبب ايه؟ الكسل او العادات العقلية الكسولة اللي انا ممكن اتبناها. فمن المهم قوي ان احنا فعلا نحاول نوسع دائرة الاختيار. طبعا خلي بالك انت وانت بتختاري وعملت معايير الاختيار في موضوع ما واخترتي، هذا الاختيار قد يكون مش ملائم النهارده، لكن كمان سنة يطلع هو الاختيار الاكثر صوابا والاكثر جودة في الاختيارات كلها. فالمسألة الاختيار مرهونة بالزمان والمكان، واخد بالي ان انا بختار هنا والوقت، مش بختار ل100 سنة جايين. يعني مثلا بنت تصر على انها تلبس بطريقة فيها شذوذ شوية او مش مقبولة شوية في المجتمع النهاردة، قد يكون مقبول الاختيار ده ولطيف قوي للغاية كمان 10 سنين، لكن النهاردة يا ستي مش هذا. فعلي اتوائم او اخد بالي ان في اطار عام انا بتحرك فيه يتعلق بالزمان والمكان اللي انا ممكن اعمله في مدينة زي القاهرة غير اللي ممكن اعمله في قرية من القرى. فالمسألة يعني في الاختيار يجب ابقى اخد بالي من المحددات الايه او الاطار العام اللي انا بتحرك فيه. يبقى ان في جملة من المحددات والمعايير التي يتعين علينا جميعا ان احنا نعملها حينما نختار خاصة لما انا بختار ايه بقى؟ من يمثلني في الطلبة
في نادي من النوادي، في مجلس إدارة جمعية، في مجلس شعب، في مجلس محلي، في رئاسة الجمهورية، في أسواق الأهمية، يبقى أتأنى قوي وأعمل معايير موضوعية واجتنب باليقين المعايير التي تتعلق بالذات، ان ده شكله حلو ما ينفعش، ان ده يعني قريبي يعرفه او اوصاني عليه، مش كده، ما ينفعش ان انا اعشم نفسي ان هو هيأدي لي خدمات شخصيه في يوم من الايام لما يمسك المنصب الفلاني. هذا اختيار امامي للغايه ومكذوب ايضا، لان هو باليقين لو عمل ده معايا فقد اضر بمصالح اخرين، وهو انتقد شرط من شروط الامانه، وبالتالي انا علي ان انا اتمسك بالمعايير الموضوعيه التي قد تكون شاقه علي في تعرفها وبحثها، وقد تكون شاقه علي وانا بختار او اعملها وبختار بموجبها، وانحي جانبا مزاجي الشخصي وهوايا الشخصي وعلاقاتي الاسريه وروابطي الاجتماعيه التي قد تشوش هذا الاختيار. اعتقد يبقى كده كفايه يا دكتور، وانت